سلافي. نسرين حميدان من لبنان، جاي بصدد تعاون ثقافي بين البلدين لبنان وكردستان. هيدي أول مرة بيجي كردستان، انبسطت كتير، تعرفت على البلد وعلى الشعب اللي هو عامل بلده الرائع، وعلى أمل إنه تستقل ويصير كردستان بجميع أقاليمها وحدة إن الله راد تحت حكم واحد. هي أول مرة قلت بجي وجاي على بالتحديد على محافظة دهوك، لعندي تعاون ثقافي. عملنا حفلة، تعرفنا على البلد، على الشعب، رحنا على زاخو، تعرفنا على فنانين زاخو الكبار الحلوين. يعني بيقولوا لي بتشربي من مية زاخو بصير عندك صوت حلو بيزيد صوتك. فعلا منطقة جميلة جدا وأصوات، وكنا بحفل امبارح أصوات جميلة من أستاذ، في ملحن عبد العزيز زاخوي، وفي أستاذ صباح العود، وتعرفنا على كتير أساتذة تانيين، وإسلام كمان مغني. المشاريع الفنية حاليا أنا عملت عدة مشاريع من شي 4 سنين لحد هلا. شاركت بدار الأوبرا المصرية بحرب تموز اللي صار اعتداء على لبنان، وكان دعم للبنان. ربحت جائزة نقابة الموسيقيين بمصر أفضل صوت. شاركت بأيام قرطاج السينمائية، افتتحت المهرجان من فترة، من كم شهر، من شهر تحديدا. كنت بدار بالإسكندرية من كم يوم قبل ما اجي على كردستان، بدار الأوبرا اسكندرية، كمان بإطار تعاون ثقافي بين لبنان ومصر، وتحديدا اسكندرية كنت فيها. مشاريع الفنية هلا أنا كتير بحب إنه التزم فنيا بالمحافظة على التراث والموسيقى الكلاسيكية القديمة. بحب أتمنى إنه أطلع على كل هيدي الأعمال تقريبا قبل ما أعمل أي إنتاج بالمستقبل. لما جيت على كردستان أكيد شعب عنده تاريخ وحضارة، وخاصة اللغة الكردية قديمة جدا. فتوقعت إنه أسمع أشياء كتير حلوة، بس ما توقعت لهالدرجة. يعني صار عندي فرح رائع، يعني شيء كتير حلو حسيت فيه لما سمعت هالأصوات والكوادر والمبدعين الموجودة بهالبلد. وأنا دراستي لعلم النفس غير الموسيقى بتأكد لي إنه كل شعب قائمة حياته على معاناة وحروب، فعنده وجع. الوجع بينتج إبداع، بينتج فن. ما بتمنى لحدا ينوجع، وبتمنى كل العالم تعيش بسلام، بس إنه الوجع عادة بفجر كتير أشياء وجدانية بتطلع بالفنون عامة. يعني فبعد ما استمعت للأغاني للناس اللي عم بتغني واللي عندها شعر رائع، الشعر الكردي اللي بيحكي وجع وفي مضمون وفي جوهر كتير عالي، صدقني يعني ما بدي اقول لك انه انا هلا بعد يومين فالة على لبنان وكتير حزينة انه بدي اترك هالبلد الحلو.
أشكر هيدا العود الحلو كتير من أستاذ أحسان ميكايل على أستاذ القانون. وحابة كمان أشكر أستاذ بشار وأستاذ أراس بشار الكمانجا بيعزف على الكمانجا، وعلى عملنا حفلة بدهوك هون وكانوا عم بيعزفوا معي. بشكرهم كتير وعن جد عن جد شو بدي أقول، ما بقدر أعبر عن فرحتي. بشكركم. وهلأ حقول موال وأغنية صغيرة للست فيروز اللبنانية. يا جبل اللي بعيد خلفك حبايبنا بتموج مثل العيد وهمك متعبنا يا جبل اللي بعيد خلفك حبايبنا بتموج مثل العيد وهمك متعبنا اشتقنا لمواعيد كينا. آرمانجا مال اینانا وی شانده آرمانجا کردستانیه بوی چنده که بشه اینو اینه که راست درست جو کردستان و گویزیم بولات لبنان و هر ایک جوان وان کسایی دیگل ما بجدار وی دریکا کار خو و دزگین خو بشن اوی وی نی بلاوه کن لولات خو و نشا خلکه که دی بدن. سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب أخد الهوى بيعز علي غني يا حبيبي لا أول مرة ما منكن سوا. سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب أخذ الهوى بيعز علي غني يا حبيبي لا أول مرة. راستی زیادتر افشاند امتینین هم ترکیز سر شاندن روزنامه وانید که جبر کو او دشن به دنگ و رنگ واقع کردستان و گوهزن به ولات خوب رکادام و دزگین خوب نیشا خلقه که دی بدن. شاندمه پیکاتی بو تلفزیون المستقبل اخباری و تلفزیون نیو تیوی که بینره که زور باش خوبت گیرد لولات لبنان. هر وصا محاول دا گوارا بلندرین لبنانی جی بجدار بکنید گل خوب. هر دیسا ما هنرمند کچه لبنانی نسرین حمیدان گل خوب بجدار کرد. آرمان جامعش بجدار کردن و او بو جبر که نسرین حمیدان حزل استرانا کلتوری لبنانی دکتن و حتی لولات لبنان جی گله کم تو بشه ببینی کچه دوی تمانی دا عوده که جوان بجانیتن و حزل استرانا کلتوری بکتن. دوما محس کرد از بینم پیوندی چه بیتنا براوه و هنرمندت مید کردستانه